لحظات يستضيف نجم فريق المشعلية القائد الكابتن مسعود الطارقي بعد نهاية مباراتكم أمام شباب العبري. 3 نقاط ثانية على توالي، 6 نقاط بالمجمل. الفريق يؤدي أداء جيد وخلفه جمهور رائع. اولا نشكرك على الاستضافه. اكيد 3 نقاط نقول الحمد لله، يعني مباراتين جمعنا منها 6 نقاط الحمد لله، وضمننا تاهل من المتاهلين الحمد لله. هذا شيء يعني شغل من المجموعه، يعني الاداره واللاعبين يعني كلهم مجتهدين الحمد لله. وزي ما قلت انت يعني ورانا جمهور، يعني جمهورنا انا ما اقول لك اللاعب رقم 12، لا بالعكس هو جمهورنا اللاعب رقم 1. يعني الحمد لله، يعني زي ما تشوف يعني انه كل مبارياتنا اللاعب رقم 1 الحمد لله، يعني هو اللي معطينا دافع معنوي انه للفوز وللحضور هو جمهورنا. ودائما اقول الحمد لله على كل حال، وان شاء الله احنا نتمنى نوصل مواصيل يعني لقدام يعني ان شاء الله. خسرتم نهائي بطولة زمزم والكل كان متخوف ان الخسارة تأثر على الفريق، لكن اليوم اللي شاهدناه انكم تحررتم من الضغوطات واصبحتم تؤدوا اداء افضل بكثير. حقيقي ولا قبل يومين يمكن لعبنا نهائي وخسرنا، صح انه تأثر علينا، لكن يعني معانا لعيبة كبار يعني متمرسين، يعني وملاحظين يعني الكل شايف من معانا يعني لعيبة كبار، ياسر الفهمي، رضا الموسى، رشاد، يعني لعيبة تندي، احمد حامد، يعني بدون ما انسى الاسماء الثانية. لكن زي ما اقول لك الحمد لله، وادارة عندنا واعية بقيادة الكوتش احمد العتيبي ومحمد فهد، يعني إدارة واعية الحمد لله. وزي ما أقول لك إن شاء الله إحنا نتمنى نكون في البطولة ونوصل مواصيل يعني بعيدة إن شاء الله بإذن الواحد. التوفيق والنجاح، شاكرين لك إتاحة الفرصة، يعطيك العافية كابتن. الله يعطيك العافية أبوي، شكرا لك.